ازيكم يا شباب. طبعا بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، طبعا صعد للنهائي منتخب مصر ومنتخب المغرب. طبعا المنتخبين ما شاء الله عليهم، يعني منتخبات كبيرة. بعد نهاية البطولة بقى سمعنا بقى عن العروض بقى المقدمة بقى للاعبي منتخب المغرب، وطبعا أشهرهم لاعب نادي برشلونة الإسباني، الزلزولي، عبد الصمد الزلزولي. وعندنا برضو لاعيبة كتير في منتخب مصر زي مثلا أسامة فيصل وإبراهيم عادل. المهم، احنا هنتكلم النهاردة عن عبد الصمد الزلزولي وإبراهيم عادل، العروض المقدمة ليهم، خصوصا إن هما يعني أشهر اتنين في المنتخب ده والمنتخب ده. وهنبدأ إن شاء الله بعبد الصمد الزلزولي. عبد الصمد الزلزولي طبعا لعب في أوساسونا الإسباني، وكمان لعب في برشلونة. لاعب يعني لسه صغير وما شاء الله عليه، يعني حريف. أخد هداف أخد هداف وأحسن صانع هداف في بطولة أفريقيا. سجل 3 وصنع 3 أهداف. المهم، احنا سمعنا عن عروض بقى من أستون فيلا الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وكمان عندنا باير ليفركوزن الألماني. باير ليفركوزن طبعا، ولسه هيجيله عروض كمان يعني من أندية تانية إن شاء الله. بس أنا شايف يعني إن العروض دي كلها أعتقد إنها جادة، وفي لاعيبة كتير يعني لا، في أندية كتير مركزة مع عبد الصمد الفترة اللي فاتت، خصوصا إن هو لسه صغير ويعني قدامه مستقبل كبير. المهم، نصيحتنا بقى لعبد الصمد، خصوصا ان هو عنده 3 أندية كبار ما شاء الله، يوفنتوس واستون فيلا وباير ليفركوزن، كلهم أندية ما شاء الله. بس انا بقى يعني انت واحد بتلعب في برشلونة، مش عندك فرصة في برشلونة، تروح بقى الدوري الانجليزي، خصوصا الدوري الانجليزي متشاف وكويس. بس انا شايف يعني انت تروح المكان اللي تلعب فيه اكتر. استون فيلا يعني مدجج بالنجوم، مليان لعيبه. تعرف الانديه الانجليزيه معاها فلوس كتير، فانا شايف ان هو يعني ايه، بصراحه الموضوع يحير بين يوفنتوس واستون فيلا. يعني الدوري الانجليزي متشاف، ولو لعبت هناك كويس واخدت فرصه وشاركت بصفه مستمره، يعني الدنيا كلها يعني العالم كله هيشوفك وهيتابعك. ويوفنتوس برضو ما يقلش كتير، بس الناس بتتابع الدوري الانجليزي اكتر. بعد كده عندنا لاعب المنتخب المصري ابراهيم عادل ونادي بيراميدز. اللاعب ده يعني جاله عروض كتير يا جماعه، يعني من ديشلاند الدنماركي، وعندك لا، هو اسمه نورشلاند الدنماركي، مش فاكر اسم النادي بالظبط يعني. وعندنا طبعا انديه انجليزيه كتير، منهم تشيلسي واستون فيلا وجنت البلجيكي. وسمعت من شويه ان احمد حسن قائد المنتخب المصري سابقا يعني، هو لاعب معتزل دلوقتي، ان ان نادي اندرلخت البلجيكي استفسر عن ابراهيم عادل. فاللاعب عنده عروض، ومسؤولين نادي بيراميدز طلعوا وقالوا ان ابراهيم عادل جاله عروض كتير، منهم 3 رسمي و2 استفسار. فيعني ما شاء الله يعني. النادي عايز 5 مليون دولار في ابراهيم عادل. والله هم يعني بالنسبه لابراهيم عادل كويس، لاعب صغير ولاعب جامد مش وحش، وبيشارك بقاله فتره كبيره، بيشارك مع نادي بيراميدز، يعني سنتين بيشارك مع نادي بيراميدز بصفه مستمره، ولاعب اساسي ولاعب جامد وقائد المنتخب الاولمبي. فيعني ما شاء الله عليه يعني. فانا شايف ان ابراهيم عادل بقى يدور على نادي ياخد فيه فرصه، خصوصا ان هو لاعب صغير، ياخده كده تجربه سنه ولا 2 في اي نادي، ننتقل لنادي اكبر ان شاء الله. خصوصا ان احنا عندنا تشيلسي واستون فيلا، هتكون يعني لو راح هناك هيشارك بصعوبه شويه.